استاذه الكاتبه الصحفيه الاستاذه سحر الجعار. استاذه سحر اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذ وائل على حضرتك وعلى ضيوفك. مساء الخير، اتفضلي يا فندم. والحقيقه هي حلقه مهمه جدا عشان نكتشف الوجه الحقيقي لمرشحين البرلمان القادم اللي كلنا يمكن عارفين انه اما قد يؤجل او قد يحكم بعدم دستوريته اذا ما انعقدت الانتخابات. بدايه احب اقول للمدام سما انه انا متحفظه على لقب استاذه، لانه لقب استاذه ده بيتقال للاعلاميه او الصحفيه او المحاميه. وانه انا بقول لها اذا كانت ما تعرفش مين الاستاذه اشجان، فللاستاذه اشجان تاريخ طويل في النضال في القضايا النسويه للحصول على حقوق المراه العادله التي ربما لا تعرف عنها شيئا. نمره 2 عايزه اوضح مفهوم مهم جدا. لما بنتكلم عن القوى الناعمه لمصر اللي هي الفن، ما بنتكلمش عن الابتذال ولا الاسفاف ولا هدم منظومه القيم والعادات الاجتماعيه، ولا بنتكلم على الانحطاط بالسوق العام. بنتكلم عن فن الباليه وعن الاوبرا، بنتكلم عن فريده فهمي، بنتكلم عن الفنانين العظام اللي اصبحوا سفراء في اليونسكو، يمثلوا المنظمه اليونسكو العالميه كسفراء للنوايا الحسنه. فالفن كقوة ناعمة، الفن كما نفهمه، الفن الذي يحميه الدستور ويحرص على حرية الفكر والإبداع وحرية الفن هو شيء مختلف تماما عما تقدمه مدام سما. بالمناسبة أنا بشوف كليباتها زي ما بشوف كل حاجة، لأن حضرتك عارف إن كل إعلامي كل صحفي بيطلع على كل ما يدور في المجتمع. ما تقدمه مدام سما هو في حقيقة الأمر نوع من أنواع، من وجهة نظري ما تزعليش من التعبير، نوع من أنواع المخدرات. وهذا لا يقتصر على الفن فقط. مخدرات؟ طبعا طبعا مسكنات. الإعلام طب ما حلو مسكنات الناس بتعمل غيبوبة في السينما، أفلام بتعمل غيبوبة، مش بس في الفن. اللي هي بتقدمه ده لا هو طرب ولا هو غنى ولا هو رقص، هو نوع من استعراض الجسد الفج، نوع من الشفافيه اللي هي بتقول عليها اللي انا بسميها الاباحيه، ولا تندرج باي حال من الاحوال تحت توصيف فن. الفجاجه التي تدير بها الحوار مع الاستاذه اشجان وجمهور برنامجك المحترم الحقيقه بتنبئ عن مهزله احنا بنعيشها دلوقتي. مهزله اسمها بالمناسبه المهزله المهزله قد يقوم بها بعض النشطاء السياسيين، قد يقوم بها بعض السياسيين، قد يقوم بها اصحاب الدقون، وكلنا شفنا نواب التجنيد ونواب المخدرات ونواب سميحه وشفنا البلكيمي وشفنا مهازل كثيره قوي بيدوروا على الحصانه. اذا كان الهدف من هذه البروباجندا الشديده جدا هو ان تكون سما المصري في بؤره الضوء فليكن هذا، لكن ان تمثل المراه المصريه، انا في حياتي لم ارفع دعوه عامه، لكني سأتكاتف مع كل المنظمات النسوية ومع كل الحقوقيات الموجودين في مصر لمنع دخول سما المصري من تمثيل معاك يا سحر في مجلس الشعب. طيب يا أستاذة سحر، معاك يا أستاذة سحر. اتفضلي. يعني دلوقتي لو الناس اختارتني والستات اختارتني وانا نجحت، حضرتك هترفعي قضيه على الناس؟ لا مش هرفع قضيه على الناس، بس مش حقي قطعا، لانه حضرتك تعرفي كويس قوي ان احنا لازلنا للاسف، انا مش عارفه الصوت واصل ولا لا، لاني لا انا سامعه. اتفضلي. حضرتك عارفه كويس قوي انه لازال الاصوات بتشترى وبتباع. بالمناسبه انا لا ادينك ولا ادين ما تقدمينه الا في اطار الحفاظ على منظومه يا فندم يا فندم وحمايه السوق العام. يا فندم لحظه معلش اسمعيني. حضرتك بتقدمي نوع من انواع الفن الشعبي، سميه استعراض، سميه رقص، سميه غنى، سميه زي ما انت عايزه تسميه. تصورتي في يوم من الايام انك بكليب او باغنيه بتناضلي ضد حكم الاخوان، وانا يعني اشهد لك انه اغنياتك وكليباتك دي اللي كانت ضد حازم صلاح ابو اسماعيل او كانت ضد مرسي كانت بتتداول كثيرا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، انا اشهد لك بذلك. لكن تمثيل المراه المصريه يحتاج واحد الى وجه معلش اسمحي لي يعني يكون مشرف للمراه المصريه وما يكونش علامه ادانه لينا. انا بكلمك بحب. انت حضرتك شايفه ان انا مش مشرفه للمراه المصريه؟ الحقيقه لا، والحقيقه ولا طيب ده راي يا فندم، ده راي حضرتك وانت حره فيه. معلش انا ما عنديش صوت. لا انت حره في راي حضرتك. انا برضو ممكن اقول على حضرتك نفس الكلام، بس انا مش هقول كده. انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني لو الناس اختارتني
يا استاذه سحر، يا استاذه سحر، يا مدام من فضلك مدام سما، انا ما بحبش الردح ولا لا انا ما بردحلكيش، لا 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 لا، انا برد زي ما انت بتردي بالظبط، انا بتكلم زي ما انت بتتكلمي. ساعتين بتردحي للاستاذه اشياء ايه؟ وده اسلوب فج في الحوار. بصي كده العوالم بصي بالظبط ما بتتكلم بصي عايزه اقول لك على حاجه، طريقتها تروم عن شخصيتها. عايزه اقول لك على حاجه لا 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 لا، انا عايزه اقول لك على حاجه قبل ما تكملي، بس قبل ما تكملي، لا ما تقطعيش قبل ما تكملي. تتكلم حضرتك دلوقتي بتحجري على راي الناس. انا ما بخافش من الهجوم، انا ما بهجمش عليكي، انا برد عليكي. خليها تعقب عليكي انا برد عليكي، خليها تعقب. انت دلوقتي بتحجري على راي الناس، تقولي لو الناس اختارتها هروح ارفع قضيه. ترفعي قضيه على مين؟ على الناس؟ واخده بالك انت مهمتك الترفيه عن الناس. لا مش حضرتك اللي تحددي مهمتي ايه، مش حضرتك اللي تحددي، مش انت اللي تحددي مهمتي ايه. لحظه انت دورك كفنانه في مجالك الترفيه عن الناس باغنياتك وكلماتك ورقصاتك. ده اللي انت شايفاه. دور الاستاذه اشجان، لا ده هو ده لا ده الدور اللي انت شايفاه. انا قادره ان انا اقدم ايه للناس. دوري انا والاستاذ وائل تشكيل وعي الناس. احنا مسؤولين عن الوعي المجتمعي، وانا من هذا المنطلق اتصلت بالبرنامج. طب خلاص حضرتك خليه وعي القراء بتوعك، وانا وعي الناس اللي انتخبوني. انت زعلانه ليه من انتخابوني عايز ترفعي معاهم قضيه؟ ليه زعلانه منهم؟ يا مش فاهمه. ما تسيبيهم يختاروا اللي عايزين يختاروه. على فكره مش سامعه، مش سامعين سحر، مش عارفين بتقول ايوه سيبيهم يختاروا اللي هم عايزين يختاروه. انت زعلانه ليه؟ تاني لحظه واحده، استاذ وائل يعلم جيدا ان انا اول مره في حياتي اعمل معاه مداخله، وانا اللي بتكلم عليه بشكل عام مش الفساد انه تكون سما المصري، الفساد انه اي شخص يمتلك من المال والسطوه والنفوذ ايا ما كان حجم فساده في اي مجال، لا استثني من ذلك احدا. الفساد موجود في كل حته. طيب. زي ما قلت، يعني انت بتستشعرين الخطر الى حد انك بتقول انا ما رفعتش قضايا قبل كده، بس هرفع قضيه لمنع لا على الناس لو وصول سما المصري. لا مش لمنعي، لو وصلت اذا تطلب الامر ذلك، لانه القانون الذي يحدد محددات حسن السير والسلوك هو قانون خاص. قانون مباشرة الحقوق السياسية يا استاذة سحر هو اللي لازم يتغير. لما حضرتك تثبتي عليا، مين اللي انسب لما حضرتك تثبتي عليا مش القضية غير مؤهلة. يا استاذة سحر قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ان يتغير حالا، لان مش كل واحد معاه مواطن مصري وبطاقة شخصية انه مصري يبقى يحق له ان يترشح لهذا للبرلمان، ان يمثل الشعب وان يعتلي هذا المنصب المحترم. يجب ان يكون هناك شروط اخرى غير مجحفه، يعني لان الشروط الضعيفه دي هتجيب لنا امثال سما المصري اللي هي بتقول عليا ان انا امها. انا اصلا ما انا بقول لحضرتك يا فندم انت في حد زيك يا فندم، انا بقول لحضرتك انت زي امي، ما ينفعش ارد عليكي. ليه عندك 10 سنين؟ استاذه سحر الف شكر. استاذه سحر الف شكر. حضرتك زي والدتي. استاذ رامي من اكتوبر، وهاخد تعليقات اخيره. استاذ اشجان لو سمحت. انا الله يسلمك. استاذ رامي من اكتوبر اتفضل. هرد عليك عشان حضرتك زي والدتي والله. استاذ رامي من اكتوبر. طريقة رقاصين وعوالم هتكوني ازاي يعني انا بحترمك بقول لك زي والدتي. لا اتكلمي معايا، ما انت بتكلميها. هي ما تقوليش الكلام ده. مين استاذ رامي اتفضل استاذ رامي، انقذني اتكلم، علي صوتك، قول اي حاجه، غني. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم سامعني. علي صوتك كده، انقذني.